بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا نقعد ثواب. فضل وليس امر نشترك في القناه بعد اذن حضرتك. طبعا يا جماعه في ناس كتير عماله تتكلم وتقول ان المباراه هتتعاد عشان الظلم التحكيمي اللي حصل والكلام ده كله. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، مفيش مباراه هتتعاد. خلاص الارجنتين صعدت ومصر خرجت من البطوله، خرجت بشرف، خرجت برجوله. لعيبه عملت اللي عليها وزياده. شابوه الكابتن حسام حسن وجهازه الفني، شابوه طبعا اللاعبين. كل اللاعبين طبعا. هنتكلم على اللعيبه باستفاضه. طبعا مصطفى شوبير راجل يا ابني، راجل. شابوه بجد، شابوه راجل. ربنا يحميك ويكفيك شر الاصابات، وان شاء الله نشوفك في انديه كبيره في اوروبا باذن الله. انا طبعا اتمنى الاحتراف لمصطفى شوبير. يا جماعه مصطفى شوبير يستحق ان هو يخرج للاحتراف. طبعا هيأثر على النادي الاهلي، هيأثر، ولكن يستحق الاحتراف مصطفى شوبير. بالنسبه طبعا محمد هاني، يا جماعه اللعيبه كلها بتسجل في نفسها عشان بس ايه؟ في ناس كتير بقى عماله تتكلم ومحمد هاني مش عارف ايه. وحد كلم رامي ربيعه في لقاء صحفي وقال له مين اللي هيمسك محمد هاني؟ ايه يا جماعه ده؟ انتوا الناس دي مريضه، ولا الناس دي بتتعالج، ولا الناس دي ماشيه بعلاج، ولا الناس دي مغيبه، ولا في ايه بالظبط؟ مش فاهم. انا مش فاهم. حتى لو على سبيل الهزار ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. لعيبه مقدمه اداء اسطوري واداء رجولي يعني فرحوا الملايين. كنا نستحق كنا نستحق ان احنا نوصل ابعد من كده، ولكن الحمد لله، الحمد لله احنا رايحين بنقول يا رب، يا رب نفوز مباراه، يا رب نصعد من دور المجموعات. احنا وصلنا لدور ال 16. احنا ما كناش بنصعد من دور المجموعات اصلا يا جماعه. احنا مشاركين 3 مشاركات في كاس العالم. ال3 مشاركات احنا جايبين 3 اجوان، 3 اهداف بس حرزناهم في 3 مشاركات. يعني كل مشاركه بهدف، كل مشاركه تقريبا بهدف. انت بتتكلم ان انت المشاركه دي او البطوله دي انت جايب 8 اهداف. محدش يقول لي بقى دخل فيك كام جول، ماليش دعوه بالقصه دي. انت جايب 8 اهداف، احرزت 8 اهداف في البطوله دي بس. في البطوله دي بس انت احرزت 8 اهداف. زيكو هدفين، امام عاشور هدفين، ياسر ابراهيم هدف، تريزيجيه هدف، محمد صلاح، محمد صلاح هدف تقريبا، اعتقد، او هدفين، مش متذكر بالظبط. هما المحصله 8 اهداف، 8 اهداف. عشان بحس ايه؟ محدش بقى يقلل من اللي احنا عملناه. لا، احنا عملنا كتير، والحمد لله. الحمد لله العالم كله في الوقت الحالي بيتكلم عن مصر، وبيتكلم على ما وصلت اليه مصر. ومصر كانت تستحق. نجوم عالميه بتتكلم على مصر. ابراهيموفيتش، روني، جوزيه مورينيو، مارسيلو. لعيبه عالميه ومدربين عالميين بيتكلموا ان مصر اتظلمت، وان مصر حصل في المباراه بتاعتها فجر تحكيمي واضح وباين قوي. فلا يا جماعه، لا، بجد رجاله رجاله. نرجع لكلامنا. محمد هاني شابوه، شابوه راجل. ياسر ابراهيم راجل، ولكن تركيزه بيقل مع طبعا البدني. انا كنت متوقع كده جدا بعد المباراه اللي فاتت بتاعه استراليا. احنا لعبنا يا جماعه معلش ساعتين، فطبيعي المباراه دي مش هنقدر نكمل النهايه. مش هيقدر تركيزنا يكون يعني 100% في نهايه المباراه. انا كنت متوقع ان ده اللي هيحصل. طبعا كتر خيركم، كتر خيركم رجاله. ياسر ابراهيم راجل. آه رامي ربيعه راجل. بطوله للتاريخ يا رامي، ما شاء الله عليك. رامي ربيعه بقى تقيل جدا يا جماعه، بقى تقيل جدا في الدفاع ما شاء الله. كريم حافظ كنت راجل يا ابني. فتوح لحد ما اتصاب كان راجل برضه، وادى اداء رجولي واداء بطل. مروان عطيه بطوله للتاريخ، بطوله للتاريخ. اتوقع مروان عطيه العروض هتنهال عليه الفتره الجايه. مروان عطيه ولا كلمه، ولا كلمه. مهند لاشين برافو يا مهند، كنت بطل برضو، كنت راجل ما شاء الله، لعيب على مستوى عالي قوي يا جماعه. مهند لاشين لما بيركز. مروان قلنا مروان عطيه. امام عاشور رمانة الميزان،
امام عاشور رمانة الميزان يا جماعه، لاعب حمله لوحده ما شاء الله لا قوه الا بالله، حمله، لاعب لوحده حمله. امام عاشور ما شاء الله عليك يا ابني. ان شاء الله باذن الله تكون اصابه خفيفه وترجع في اقرب وقت ان شاء الله. اتمنى لك السلامه انت وفتوح. اتمنى اللعيبه الجميع اللعيبه المصريين المصابين ان شاء الله نتمنى لهم السلامه والشفاء العاجل ان شاء الله. محمد صلاح، محمد صلاح افضل اداء شفته لمحمد صلاح يا جماعه في كاس العالم ده، واعتقد ناس كتير جدا هتوافقني في الراي ده. افضل بطوله لعبها محمد صلاح مع منتخب مصر هي بطوله كاس العالم دي وجهه نظري. هيثم حسن لا، ده معانا، ده معانا على طول يا جماعه، ده معانا على طول، ده ما شاء الله لا قوه الا بالله يا ابني، ما شاء الله لا قوه الا بالله. عشان الناس اللي بتتكلم في حته ان هو مش بيشارك ليه يا جماعه، كان في مشاكل في الورق بتاعه، الورق بتاعه كان فيه مشكله، عشان كده ما شاركش المباريات بتاع دور المجموعات، او تحديدا اول ماتشين كان في مشكله في الورق، ما كانش ينفع يشارك. ده بالنسبه لهيثم حسن. مصطفى زيكو شابوه يا ابني، شابوه والله، كنت مفاجاه. الكابتن حسام طبعا راهن عليك ورهانه طلع في محله. كل اللعيبه كانت رجاله، كل اللعيبه كانت رجاله طبعا. تريزيجيه في المباراه دي تحديدا ما جاش، نزل ما عملش اي حاجه، ما حسيتش بوجوده. هو نازل عايز بس يسجل، عايز يسجل، كل تفكيره ان انا اجيب جول، حاله حال مرموش بالظبط، انا عايز اسجل، عايز اجيب جول. يا جماعه في ايه؟ هو انتوا بتلعبوا في نادي؟ انتوا بتلعبوا مع منتخب مصر، انتوا بتلعبوا مع منتخب مصر. اداء غريب جدا، اداء غريب جدا من مرموش، واداء غريب جدا جدا من تريزيجيه في المباراه دي تحديدا. انتوا بتعملوا ايه؟ الاتنين اللي خرجوا افضل منكم، محدش يزعل من الكلام ده. امام عاشور وهيثم حسن، الناس دي لولا الاصابه، الناس دي لو قدرت تقف على رجلها باقي المباراه دي كانت هتنتهي 2-0 2-1 لمنتخب مصر، لو الناس دي فضلت واقفه على رجلها لاخر المباراه. ولكن الاصابه حرمتنا منهم، وكانت سبب في خروجنا من البطوله. طبعا كان طبيعي، كان متوقع يا جماعه ان تركيزنا يقل في المباراه دي. الحمد لله، الحمد لله، يعني قدر الله وما شاء فعل، ما فيش نصيب ان احنا ان شاء الله يعني نكمل في البطوله. ولكن الحمد لله احنا فخورين بيكم، اسعدتونا ومبهورين بيكم وفخورين بيكم. ومش عايز حد يتكلم على حسام حسن يا جماعه، محدش يتكلم على حسام حسن، الراجل ده بطل، الراجل ده راجل اسطوري، منتخب اسطوري ومدرب اسطوري. اللي مش عاجبه كلام ما يتفرجش عليا، ده من الاخر، مش عاجبه كلامي ما يتفرجش عليا. اللي شايف ان اللي عمله حسام حسن ده وجهازه الفني ولاعبيه ان ده اداء اسطوري من منتخب اسطوري ولاعيبه اسطوريه، لا، افضل لك ما تتفرجش على كوره. تتفق معاه تختلف معاه، كابتن حسام حسن راجل بطل اسطوري سواء في الملعب او خارج الملعب. موقفه طبعا في القضيه الفلسطينيه طبعا ورفع العالم، وكلامه طبعا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراه، بطل، اقسم بالله بطل. واللي عملته يا كابتن حسام افضل لنا من 100 كاس عالم ومن مليون كاس عالم. انت يعني نلت احترام الجميع، مصر وخارج مصر، العرب اجمع بيحترم منتخب مصر وبيحترم الكابتن حسام حسن لما فعله الكابتن حسام حسن. وان شاء الله باذن الله عندنا منتخب قوي، عندنا منتخب تقيل، وباذن الله القادم افضل، نبني بقى على ما وصلنا اليه، وان شاء الله باذن الله يكون عندنا منتخب مرعب البطولات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.